ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. في الفيديو ده انا جايب لك موقع هيوفر عليك وقت كبير جدا. لو انت مصمم وبتاخد وقت كبير جدا في التصميم، فالموقع ده هيوفر عليك وقت كبير جدا في انك تعمل من خلاله تصميمات بالاي اي في ثواني. وكمان الميزة الجامدة اللي فيه انه بيدعم اللغة العربية، يعني هتقدر تعمل تصميمات بالخط العربي بكل سهولة خالص ومش هتلاقي فيه اي مشاكل. والجميل برضو فيه انه في اكتر من 20 موديل، يعني تقدر تختار الموديل اللي انت عايزه وتصمم بيه التصميمات اللي انت عايزها. والاجمد بقى ايه؟ انه لو التصميم بتاعك فيه مثلا غلطة، هتعدل التصميم نفسه، مش هتعمل تصميم جديد. بصراحة الموقع جامد جدا واستغلوه يا شباب، لانه الاجمد بقى من ده كله انه مجاني. فانا بكلمك في اللحظة اللي انا بسجل فيها الفيديو، الموقع مجاني بقاله فترة كبيرة، فمش عارفين بقى بكرة هيبقى فيه ايه. فانت استغل الموقع على قد ما تقدر في انك تعمل تصميمات وتسهل على نفسك الدنيا، لان الحاجات ديت بتقعد فترة مثلا وبعد كده بتبقى ايه؟ بفلوس. فاستغلوا الموقع يا شباب. انا هروح على الشرح على طول عشان ما اطولش عليكم، وبعد ما نخلص شرح هرجع لكم. بس قبل اي حاجة كده انا عايزك تصلي على النبي، وهجي لك بعد ما اخلص شرح ان شاء الله. هندخل على الموقع اللي انتوا شايفينه ده، هسيب لكم الرابط بتاعه في اول تعليق. هننزل لتحت شوية كده وهنضغط على ارينا اي اي اللي هو اول واحد عند كلمة ادوات. هنضغط عليه كده، هيفتح لنا الموقع زي ما انتوا شايفين كده. هو طبعا هيظهر لك انك لازم تسجل. هتسجل فيه بكل سهولة من خلال موقع تيم ميل اللي انا برضو هسيبه لك في الموقع. هتدخل على الموقع وهتسجل فيه، هتاخد الايميل من هنا وهتسجل فيه. طبعا انا مسجل فيه يا شباب زي ما انتوا شايفين. هتسجل فيه بكل سهولة، يعني هتضيف الايميل وتسجل فيه بكل سهولة من غير اي مشكلة خالص. بعد ما تسجل فيه، بس علشان نختصر الوقت، هيفتح لنا الموقع زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة هنعملها هنروح على باتل مود زي ما انت شايف كده، هنضغط عليها وهننزل نختار اخر اختيار. هيظهر لنا كلمة ماكس، هنضغط عليها وهنختار ايمج، وبعد كده هنختار الموديل. هو طبعا جايب لك موديل كتير جدا هنا، انت لو تعرف حاجة اقوى من جيميناي تقدر تختارها. انا هختار جيميناي. بعد كده هنبتدي نعمل التصميم بتاعنا ازاي. انا عندي مثلا تصميم وليكن مثلا على كيس شيبسي، هنعمل تصميم على كيس شيبسي. انت شوف المنتج اللي انت عايز تعمله تصميم وجهز الصور بتاعتك وهترفعها هنا من خلال edit files. هنيجي طبعا نرفع الصور بتاعتي اللي انا عايز اعمل لها اعلان من هنا. هنحدد الصورة بتاعتي وصورة الشيبسي وهضغط على كلمة open. هيترفع معانا في الموقع بسهولة جدا. دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ المفروض هروح بقى على شات جي بي تي زي ما انت شايف كده، وهقول له ايه؟ انا عندي كيس شيبسي وصورتي، عايز اعمل ليهم اعلان، ومحتاج افكار وبرومبت جاهزة اعمل من خلالها الاعلان. هو دلوقتي بيقترح عليا افكار. انا هاخد اول واحد كده كوبي، وكل اللي هعمله هرجع للموقع بتاعي وهضيف البرومبت هنا وهضغط ايه؟ اوكي كده، ونستنى بقى لما يعمل لنا التصميم. زي ما انتوا شايفين ابتدى يعمل التصميم. زي ما انتوا شايفين يا شباب عمل لنا التصميم ومستنين بس يحمل. زي ما انتوا شايفين عمل لنا تصميم احترافي جدا، يعني هسيب لكم بقى التعليق. هنرجع لشات جي بي تي وناخد منه برومبت تاني نعمل بيه اعلان. هناخد البرومبت ده وهنرجع نعمل اعلان تاني. هنحدد برضو الصورة بتاعة المنتج وصورتنا. بعد كده هنقول له open وهنضيف برومبت هنا. وهننتظر لحد ما يعمل الاعلان او التصميم زي ما بتحبوا تقولوا عليه.
زي ما انتوا شايفين بيحمل معانا وهيعمل التصميم. هنستنى كده لحد ما يخلص ونشوفه هيعمل ايه. زي ما انتوا شايفين يا شباب عمل لنا التصميم. هو بصراحة تصميم جامد برضو. يعني انا هسيب لكم التعليق بصراحة، يعني هسيب لك انت التعليق، ولو عندك اي حاجة قولها في التعليقات براحتك وانا هرد عليك. طب ايه رأيكم كده نجرب نخليه يحط لنا مثلا جملة بالعربي تتناسب مع التصميم ده؟ تعالوا كده نشوف. هنقول له مثلا زود جملة باللغة العربية تكون مثلا تسويقية تسويقية للمنتج مثلا. احنا كده بنعدل على التصميم، مش بنعمل تصميم جديد. هننتظر كده لحد ما يخلص ونشوف هيعمل لنا ايه. وادي خلص تصميم. بصوا كده يا شباب، هو خلص تحميل. بصوا الكلام، شوفوا الخط عامل ازاي. حاجة رهيبة رهيبة بجد. طب بقول لكم ايه، تعالوا كده نعمل اعلان لحاجة غير الشيبسي مثلا. هنزل كده مثلا صورة بيبسي، لا بلاش بيبسي. هننزل مثلا صورة لأي مشروب نعمل لها اعلان. دلوقتي يا شباب انا نزلت الصورة، هنرجع نرفع الصورة بتاعتي وصورة المنتج هنا ونديله برومبت. هنروح نحدد الصورة بتاعتي وصورة المشروب ده. هنروح على شات جي بي تي وهنقول له ايه، هنقول له انا عايز برومبت لإعلان عن مشروب مثلا. هو بيديني برومبت دلوقتي وانا اختار مثلا اي حاجة فيهم، او اجرب مثلا لحد ما اوصل لنتيجة ترضيني، نتيجة تكون كويسة. انا دلوقتي هاخد مثلا اول واحد كده وهنرجع على الموقع. هضيف برومبت هنا وهقول له مثلا ايه، انا عايز جملة تسويقية بالعربي. وهننتظر بقى لما يحمل ويعمل لنا التصميم. بص يا شباب، زي ما انتوا شايفين دلوقتي قال لي انت هتجرب بعد 41 دقيقة. كنت متعمد ان انتوا تشوفوا دي علشان لما حد يواجهه نفس المشكلة ما يجيش يقول انت ضحكت علينا. انا دلوقتي لازم انتظر 41 دقيقة، يا اما اعمل ايه، هروح افتح المتصفح الخفي، وبعد كده هدخل على الموقع اللي انا سايب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، وهننزل تحت ونعمل نفس الخطوات تاني. يعني هندخل على ارينا اي اي، وبعد كده نرجع ندخل على تيمب ميل، وبعد كده هنسجل في الموقع زي ما انت شايف. هسجل وهرجع لكم في ثواني. دلوقتي يا شباب هنعمل التصميم بتاعنا عن المشروب. هننتظر بقى لحد ما يعمل لنا التصميم. هو دلوقتي بيعمل التصميم، هنستنى كده لحد ما يخلص ونشوف النتيجة. بصوا يا شباب كده، انا بصراحة مصدوم من النتيجة بجد. يعني انا بجد مصدوم من النتيجة، يعني حاجة رهيبة. تعالوا كده نعمل تعديل فيه ونخليه مثلا يضيف كلام عربي. هنقول له مثلا ضيف كلام عربي، او مثلا لا بلاش كلام عربي. هنقول له ايه، ضيف جملة تسويقية باللغة العربية تتناسب مع التصميم، وغير ملابس الشخص وخليها مناسبة مع التصميم. ونخليه كده يعمل التعديل ده ونشوف التعديل بعد ما يخلص يبقى عامل ازاي. هو دلوقتي خلص التعديل والصورة بتحمل. والله يا جماعة انا مصدوم من النتيجة بصراحة. يعني حاجة رهيبة، التعديلات اللي انا قلتله عليها عملها بالظبط.
طب تعالوا كده نعدل ونخليه يشيل الكلام الانجليزي كده. بصوا يا شباب، هو عمل لنا ايه دلوقتي؟ عمل لنا انه جاري انشاء صورتين. يعني هو دلوقتي بيقترح عليك اكتر من موديل. هو دلوقتي مشغل 2 موديل هيعملوا لنا تصميمين، فهنشوف كده يعني النتيجة هتبقى عاملة ازاي بتاعتهم. وبعد ما يخلص هو هيديك اختيار تعمل سكيب للاتنين دول ويكمل يعمل لنا التعديل اللي احنا عايزينه ولا لا. زي ما انتوا شايفين اهو، هو دلوقتي ممكن نعمل سكيب، هيتخطى الاختيار اللي هو عامله ده. بس احنا هننتظر نشوف يعني النتيجة بتاعتهم. هو دلوقتي يا شباب عمل لنا هنا ايه؟ عمل لنا يعتبر التعديل اللي احنا طلبناه بالظبط. لو جينا على الصورة اللي على اليمين هتلاقيها لا، هتلاقيها زي ما هي. لكن في كل الاحوال لو جابلك هنا نتيجة مش زي ما انت عايز، او عكلك في الصورة هنا او هنا، انت لو عملت سكيب زي ما انت شايف كده، بص هيعمل ايه؟ هيلغي الاتنين دول وهيكمل تصميم وتعديل في الحاجات اللي انت طلبتها بس. فهمت الفكرة؟ هو دلوقتي عمل لنا التعديل والصورة بتحمل اهي. هنستنى بس لحد ما تحمل ونشوف التعديل اللي اتعمل. زي ما انتوا شايفين يا شباب، التعديل اللي احنا طلبناه عمله بالظبط. قلنا له شيل الكلام الانجليزي من التصميم، شاله. بس كمان شالوا من على الكان، يعني شالوا من التصميم بالكامل يعني. بس في كل الاحوال يا شباب التصميمات جامدة جامدة يعني. بص يا شباب، الموضوع بسيط جدا. انت بتسجل وبتعمل التصميمات اللي انت عايزها. حتى لو شفت في الشرح، انا والله ما كنت محضر لاي حاجة نهائي، دخلت على طول وكان قدامكم كل حاجة وعمل تصميمات جامدة جدا. ما بالك انت بقى لما تجهز برومبت بقى احترافي وتحط في الموقع وتضيف شوية تفاصيل، اكيد هتعمل حاجات افضل من اللي انا عملتها بكتير جدا. انا عايز بس منك حاجة، لو قدرت ان انا افيدك او استفدت بجد من الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتكتب لي كومنت حتى تشجعني ان انا اكمل في صناعة المحتوى. زي ما قلت لك انا مش بنزل على القناة ديت غير حاجات مفيدة، حاجات شغالة بنسبة 100%. فما تضيعش على نفسك انك تستفيد من فيديوهات كتير انا بنزلها. وبس كده احنا خلصنا. اشوفك على خير في فيديو جاي ان شاء الله.